والاسماعيلي. طبعا الزمالك فاز على الاسماعيلي 2-0، والزمالك ماشي كويس ومعاه محترفين لغايه دلوقتي ماشيين كويس. لكن احنا عارفين الزمالك هيفضل الزمالك مهما كان، ومهما تمر الايام ومهما تمر السنين، كده كده الزمالك هو الزمالك، والاهلي هو الاهلي مهما يوقع ليه 1000 قومه. الاهلي مهما يوقع ليه 1000 قومه وقومه. طبعا معروفه كلمه، يبقى ما تضمنش الاهلي، لا تثق في الاهلي. الاهلي كده كده بيعرف يعود، بيعرف يرجع، بيعرف يظبط حاله. هيجي سيد عبد الحفيظ وهيبقى مشرف على الكورة، وهيفرق مع الفرقة كلها ومع النادي كله. مع النادي كله هيفرق مع النادي كله. سيد عبد الحفيظ لما يبقى عضو مجلس إدارة أو لما يبقى مشرف على الكورة ويمسك زمام الأمور في فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، غير وتشوفوا اللي جاي إن شاء الله هيبقى إيه. لأن الكلام ده قديم وعارفينه من 2012، وكان بيتعامل مع الناس الكبيرة، وائل جمعة وأبو تريكة وعماد متعب ومن قبليهم كان عماد النحاس، وكانوا زمايله كانوا. فهو عرف يتعامل وبيعرف يتعامل وبشخصية النادي الأهلي، وهو ده اللي المفروض يتعمل. ده الطبيعي، ده الأساس، ده الأصل، ده هو المفروض في كل الأوقات. طبعا في أوقات بتحصل لأي فرقة دروب، فالدروب اللي حصل للأهلي معروف، يعني حتى أنا مش زعلان عليه. أيوة زعلان، مش زعلان، بس زعلان وعارف إنه هيرجع. الأهلي هيرجع إن عاجلا أم آجلا، وبإذن الله الدوري للأهلي حتى لو حصل إيه. ليه؟ الحق أحق بأن يتبع. لأن الأهلي دايما ما بيظلمش ومش عايز يتظلم. هو مش عايز يتظلم، فعمره ما هيظلم، لأنه هو بيدوق الظلم من الحكام ومن اتحاد الكورة ومن رابطة الأندية، مع إن رابطة الأندية وقفت مع الأهلي يعني في الحوار بتاع السنة اللي فاتت، وطبعا كلنا عارفينه ومش عايزين نحكي فيه كتير. يعني الأهلي راجع، جماهير النادي الأهلي لا تقلقوا، ما تقلقوش. قلقانين ليه؟ إن شاء الله الأهلي راجع، وهتشوف باللعيبة دي. بس إن شاء الله لما يرجع بقى إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، مع إن غيابهم مش هيفرق، بالعكس أنا شايف إن غياب أحمد سيد زيزو وإمام عاشور عن فريق النادي الأهلي ممكن يكون فرصة لالتقاط الأنفاس. يعني إيه فرصة لالتقاط الأنفاس؟ يريحوا. وأنا من رأيي حتى تريزيجيه يخلوه يريح ينزل الشوط الثاني، مش لازم يبدأ يعني كل ماتش. دي فرقة، يعني الفريق لازم يكون ليه روح، وروح الفريق هو روح الفانيلا الحمراء، روح النادي الأهلي. يبقى لازم أنا أكون عارف إن ده روح النادي الأهلي، مش كلام. إن كله يكونوا مترابطين ونحب الخير لبعض. وعشان كده حسين الشحات لازم يلعب، محمد طاهر لازم يبقى ليه دور، وأفشة لازم يبقى ليه دور. وشفت امبارح عودة اسمه الحارس المرمى حمزة علاء، يعني رجع من البرتغال، ما تقيدش، خد 3 شهور هناك، كان عايز يحترف، نفسه يحترف. طبعا امل كل شاب انه يحترف. واحد عنده 20 سنه ولا 21 سنه ولسه ما احترفش، عايز يحترف، فخلاص عقده انتهى، مشي، ما لقاش فريق، يعني الفرقه بتاعته ما قيدتوش، اللي كانوا هيتعاقدوا معاه، مع انه تعاقد، لكن مواعيد القيد بتاعي ما قفلت ولا حصل له ايه ما تعرفش. المهم رجع. المصري عرض عليه، والزمالك عرض عليه، وبيراميدز عرض عليه، يعني فرق فلوس. بيراميدز ده بالدولار، امارات وما ذلك. طب المصري الاستاذ كامل ابو علي وما ادراك كامل ابو علي، ده مخرج سينمائي كان ولا منتج، يعني ما شاء الله ربنا يفتح عليه كمان. والزمالك مع انه ما عندوش، يعني محتاجين فلوس،
وزيهم زي الشحاتين، يعني عليهم فلوس. البرازيلي الفريق بتاعه بيطلب فلوسه، ما دفعوش فلوس اللاعب بتاعهم ده اسمه ايه، أولفينا، اللي عمالين يغنوا له ليهم فترة. المهم، وكازابلانكا ولا اسمه شيكوبانزا، شيكوبانزا ده الانجولي، برضه فريقه اللي جايبينه منه اللي فلوس. فالزمالك عامل نفسه معهوش، بس بيجيب من ناحية تانية الله أعلم من فين. طبعا رجال الأعمال ما شاء الله، فبيعرضوا على الولد ما شاء الله رجع على طول على النادي الأهلي. وليد صلاح الدين، حمزة رأيك إيه؟ قال أنا عايز أقعد في الأهلي، أنا كده كده كنت عايز أحترف، مش عايز أمشي من الأهلي غير للاحتراف، وطالما ما فيش احتراف يبقى النادي الأهلي أولى بيه، وأنا أولى بالنادي الأهلي. وفعلا ناشئ من ناشئين النادي الأهلي، يعني اللي 10 سنين في الأهلي ولا حاجة، فلا عايز الأهلي، وطالما عايز الأهلي خلاص، الأهلي عمره ما يقولوا لا. فهي دي هو ده روح الأهلي، روح الفانيلا الحمراء. المفروض بقى الفرقة تمسك في نفسها، يحبوا بعض، اللعيبة تحب بعض، ما يبقاش في أنانية، بالعكس، الإيثار ثم الإيثار ثم الإيثار. هو ده هو ده الود والحب. والخطيب ومجلس الإدارة كلهم ناس طيبين، يعني ما فيش حد فيهم غلط، ما فيش لسان سليط زي واحد اسمه هاني شكري في الزمالك لما طلع يشتم. طبعا استغفر الله العظيم، وربنا يسامحنا ويغفر له ويسامحه، الله أعلم بقى. هو المهم يعني ما عندناش الحاجات اللي بتحصل هناك أيا كان. فهو ده النادي الأهلي، وإن شاء الله الأهلي بطل الدوري، وابقوا افتكروا وقولوا. شكرا، السلام عليكم.